من زمان واحنا عمالين نسمع عن الخيال العلمي وافلام الخيال العلمي، وافلام الخيال العلمي دي كانت زمان بالنسبه لنا خيال علمي. بس دلوقتي الموضوع ما بقاش خيال علمي، الموضوع فعلا بقى واقع احنا عايشين فيه، هو واقع الذكاء الافتراضي. بس انا الفيلم اللي عايز اكلمكم عنه النهارده واخد الموضوع لحته اكستريم شويه، يلا بينا نشوف. الفيلم اللي انا عايز اكلمكم عنه النهارده هو الفيلم نزل في 25 مايو 2024 على منصه نتفليكس. الفيلم بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي وقد ايه ان الذكاء الاصطناعي فتره وفي المستقبل اللي جاي هيغير شكل البشريه بشكل كبير جدا. بطله فيلمنا هي اطلس دي البنت الصغيره اللي كانت عايشه مع روبوت منزلي في نفس البيت مع مامتها هي اللي اخترعت الروبوت ده. بس بسبب الروبوت ده حصلت مشكله كبيره جدا لمامتها في المستقبل، وده خلى اطلس تبقى عندها مشكله كبيره جدا مع كل الروبوتات. الروبوت اللي مامتها اخترعته ده مشكلته انه اتحول وما بقاش الروبوت المنزلي الطبيعي اللي احنا عارفينه. بسبب اختراع عملته مامتها خلت الروبوت ده يبقى عنده مشاعر ويبقى عنده احاسيس واتمرد على البشر كلها، وبقى مطلوب في دول كتير قوي بسبب العمليات الاجراميه اللي كان بيعملها. وده خلى حرب كبير جدا تحصل ما بين البشريه وما بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات اللي كانت موجوده في الوقت ده. وهو قرر ان هو يهرب لمجره تانية خالص، وبعد 28 سنه من ساب الارض فيها وراح مجره تانية، اطلس ابتدت تتعامل مع الحكومه دلوقتي علشان خاطر يعرفوا يقبضوا على. وبسبب الاحداث اللي هتحصل في الفيلم بتبتدي اطلس تبقى مطلوب منها ان هي تتعامل تاني مع الذكاء الاصطناعي، وهي اصلا كانت كارهه الموضوع ده جدا. اطلس بقى عندها مشكله مع الذكاء الاصطناعي ومع الروبوتات بسبب اللي حصل معاها وهي صغيره من الروبوت اللي دلوقتي الدوله كلها بتدور عليه، وده مخليها ما عندهاش ثقه خالص في الذكاء الاصطناعي وشايفه ان هو خطر كبير قوي على البشريه. بتكتشف اطلس ان هم عملوا نظام جديد في الجيش. النظام ده بيخلي العساكر الموجودين بتتعامل مع الروبوتات من خلال مجسات عصبيه. المجسات العصبيه دي بتنقل اشارات من المخ للروبوت اللي موجود معاهم، يعني بيبقى الانسان والروبوت في الحاله دي حاجه واحده، بيحس باللي بيحس بيه. وهي دي كانت اكبر مشكله عند اطلس، لان هي اصلا ما بقاش عندها ثقه في الروبوتات من زمان جدا. فيا ترى هتعمل ايه؟ من خلال رحلتنا بقى في الفيلم ده بنبتدي نفهم التطورات اللي بتحصل دلوقتي. واحنا على فكره احنا بنتكلم على ارض الواقع، انتوا عارفين الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى واصل لفين؟ بقى واصل لحاجات ما حدش يتخيلها. بس هل فعلا هنوصل لمرحله ان احنا يبقى في ما بيننا وما بين الروبوتات مجسات عصبيه بحيث ان احنا الاثنين نبقى منسجمين مع بعض، ما يحسش ان هو حد غريب عننا او ان احنا غريب عنه؟ حابب اتكلم معاكم بقى على التكنولوجيا اللي موجوده في الفيلم. وبسبب طبعا التطور اللي احنا عايشين فيه في الوقت الحاضر وشايفين قد ايه ان الاي اي معانا في حاجات كتير قوي في حياتنا، فبقينا قادرين نستوعب الافلام اللي بالشكل ده ان هي ما تبقاش افلام خيال علمي وخلاص. لا، الفيلم بيقدم صوره واقعيه للمستقبل هيبقى عامل ازاي، علاقتنا بالروبوتات هتبقى عامله ازاي، وقد ايه ان الروبوت ده بيقدر فعلا يفهم البني ادم اللي قدامه ويقدر ياخد من وعيه ويقدر يتعلم منه فيطور من نفسه اكتر. الجزء ده اللي انا عايز اتكلم معاكم، ان الفيلم بيناقش القضيه دي بشكل بسيط جدا. بس هو رمى الكلمه دي في وسط الفيلم، قال لك احنا المفروض بنخترع آلة، اهم حاجه من اختراعنا للآلة دي ان هي ما تبقاش ضد البشر، ما تبقاش تأذي البشر، او بمعنى اصح ان احنا نقدر نسيطر عليها في اي وقت. بس اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي مع التطور بتاع الذكاء الاصطناعي هو بيستوعب وبيتعلم من اخطائه وبيبتدي يدي اوردرات لنفسه جديده خالص. فهل يا ترى فعلا في المستقبل الروبوتات هتقدر تتحكم في الانسان؟ بس كده، وده كان فيلم النهارده اللي كنت عايز اكلمكم عنه، فيلم اطلس موجود دلوقتي على منصه نتفليكس، يا ريت تشوفوه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصل لك كل جديد. سلام.